فقط أذكرك بما قاله السيد علي العريض رئيس الحكومة. جدد التعهد اليوم بمبدأ تخلي الحكومة عن مهامها في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي تحددها خارطة الطريق. شوف، بعيد على الخطابات غير مجدية، اليوم كان من المفروض أن تخرج هذه الحكومة وتستقيل كتنفيذ للنقطة الأولى من خريطة طريق اللي وضعها الرباعي. مرة أخرى بطلب من المعارضة. لا، هي في خريطة طريق تنطلق بإعلان الحكومة عن الاستقالة كشرط انطلاق الحوار، وتم الإمضاء على هذا. اليوم كان من المفروض أن تخرج الحكومة. السيد علي العريض يقول لا، يقول تم الإمضاء على تلازم وتكامل مختلف. أنا جاي المسائل هذه جست باش نجاوبوا على كان المفروض الحكومة أن تغادر اليوم، فقتل شبابنا وشباب الأمن في سيدي بوزيد وبقيت الحكومة. الربط نترك للمشاهدين، يعني تزامن مثير للريبة. ما الذي تستنتج منه؟ في كل مرة المستفيد الوحيد من الإرهاب هي حركة النهضة. لما؟ لأنه زج البلاد الآن وهي في مأزق سياسي ومأزق شعبي، بعد أن انهارت شعبيتها تماما، وبعد أن انهارت مقولاتهم الشرعية، ونحن دخلنا في السنة الثانية بعد انتهاء الشرعية. النهضة الآن تريد أن تجد مخرج للمأزق السياسي الذي تردد فيه. لا دعني أكمل. للمأزق السياسي الذي تردد فيه، وأنها اليوم تستعمل الإرهاب لتتنصل من مسؤولياتها. تستعمل تقول يعني توجه الاتهامات إلى حركة النهضة باستعمال الإرهاب حتى طبيعي هي متواطئة مع الإرهاب وتستعمل الإرهاب. السيد رياض الحجلو، وهذا أمر أصبح معلوم لدى كل التونسيين. أنا أسأل سؤال: إذا كانت حركة النهضة تستعمل الإرهاب، فلماذا الحكومة رغم كل الصعوبات؟ لا يا سيدي، لا دعوا يكمل. سامحني، مع حركة النهضة لا تستعمل الإرهاب. حركة النهضة لا تستعمل الإرهاب. حركة النهضة هي الإرهاب.